يا صباح الخير، او خليني اقول لكم يا صباح الروقان والسكينه. ازيكم عاملين ايه؟ لاول مره بيشوفني انا هبه، ودي بودكاست تاج، دي قناتي. في نوع كده من الستات لما بتشوفيهم بتحسي ان الدنيا لسه بخير. مش لان هم حياتهم خاليه من المشاكل، لا لا، لان هم اختاروا الروقان، اختاروه كمنهج لحياتهم. النهارده بقى هصاحبكم واخدكم معايا في رحله بسيطه داخل يومي، يوم الست الرايقة اللي بتبدأ يومها مع ربنا. يلا بينا، جهزي كوباية الشاي بتاعتك ولا كوباية القهوة اللي انت بتحبيها، ويلا بينا نعيش اللحظات اللي انا هشرحها لكم واقول لكم تجربتي الخاصة. اول مشهد في يومي بيكون اول ما بفتح عيني على اذان الفجر. ربنا من عليا بان انا دايما بحب اصحى الفجر على صوت الاذان. لو ما سمعتوش جنبي في مسجد او جامع جنبي، فدايما بخلي الاذان على الموبايل في نفس التوقيت بتاع الاذان اللي بسمعه بره. الحمد لله. انا يومي بيبدأ قبل طلوع الشمس. اللحظة دي هي السر، لما الكل بيكون نايم او البيت كله بيكون في سكون. لو في حد بيصحى معايا في نفس التوقيت تمام، بس بحاول لو حد هيصحى في نفس التوقيت عشان صلاة الفجر بيكون برضو فيه هدوء شوية. الحمد لله يعني. بنقوم اللي هيروح يصلي في المسجد او اللي هيصلي في البيت، فبنصلي وبستقبل يومي كده برزق من ربنا سبحانه وتعالى. مع الوضوء اخش اتوضى، اخش اصلي صلاة الفجر. الحمد لله. هي بس مش مجرد فرض عليكي، دي اثبات لحبك لربنا سبحانه وتعالى وامتنان لله. بحب اعطر المصليه اللي انا بصلي فيها او بصلي عليها، سوري. احب اعطر الاسدال اللي انا بصلي فيه واعطر المكان، واحب اصلي كده في هدوء. بعد ما بخلص صلاه الفجر بقعد جلسه كده مع نفسي برضو قبل الشروق، اقرا فيها الاذكار، اذكار الصباح. بحس ان كل كلمه بقولها والله بتبني حواليا سور حمايه، بيني وبين اي شر في يومي، وبيني وبين اي كسل او اي تعب في يومي. بقرا اذكار الصباح، وبعدين بحب اقرا سوره البقره. إذا أتممت قراءة سورة البقرة كاملة ومفيش مثلا حد محتاج مني حاجة من ولادي أو جوزي، لأن في ناس هتروح الصبح شغلها، في اللي راح يصلى في المسجد ورجع، فطبعا بيحتاجوا مثلا فطار. اللي بيبدأ يفطر الصبح، في ناس ما بتفطرش الصبح بدري قوي كده، أنا واحدة من الناس ما بفطرش بعد الفجر دي خالص. أنا ببدأ يومي في أكل أو شرب على الظهر. تمام. بس ببدأ يومي طبعا لولادي اي حاجة هعملها بخش اجهزها بحضرها. طبعا انت تلاجتك بيبقى فيها حاجتك مجهزاها قبلها، جبن، مثلا سندوتشات، عيش، هتطلعي الحاجة تجهزي الفطار. وبعدين خلاص جهزت فطارهم وحاجتهم، ابدا بقى الروقان البعيد عن الكسل. في ناس بتقولك ان الروقان ده كسل، الروقان مش معناه كسل، بالعكس هو انك تعملي كل حاجه بالراحه وببطء وبطريقه تخلي حياتك تكون افضل، وبطريقه منظمه. انت بتنظمي حياتك علشان خاطر تحسي بالروقان. انا بنظمها مش عشان ابقى رايقه وست كسوله. الروقان مش كسل. الروقان يعني بروق دماغي، بفضيها من كل مشاكل حواليا، وبرتب يومي، بنظم وقتي. بحب افتح الشبابيك وبخلي الهواء يجدد روح البيت كده. بحب ابخر البيت بخور او اي عطر كده خفيف بسيط الصبح، بيدي ريحة حلوة وطاقة ايجابية كده للبيت. بيخلي والله ريحة المكان نظيف. ريحة النظافة انت بتحسيها من غير حتى ما تمسكي فوطة تمسحي حاجة ولا تنظفي ارض. طبعا عايزه اقول لكم ان انا عندي اذاعه القران الكريم، دي حاجه مقدسه في البيت ليل نهار. انا ما بقفلهاش، صدقوني والله. انا بطفيها بس او بكون بعيد عنها لما بتكون شغاله، ما بطفيهاش حتى. كمان انا ببعد عنها تماما في اوضه بعيد عشان اعرف اعمل التسجيل الصوتي بتاع الفيديوهات بتاعتي. ولكن اذاعه القران الكريم دي ما بقفلهاش من بيتي اطلاقا. بحس ان الصوت ده بيدي بركة وبيتردد كده في كل مكان. بحس بالراحة، انا بحس بالراحة والروقان، بحس بالهدوء النفسي والسكينة. الست الرايقة هي اللي بتعرف تدلع نفسها بأبسط الأشياء. مش بدلع نفسي يعني بقعد أحط أكلادور وأحط ميك اب وأقعد أعمل سكراب وأعمل وطول الوقت عمالة أقلع وألبس. مفيش الكلام ده. الروقان مش معناه كده خالص. اه بعمل كده بس في أوقات يكون يعني أنا ليا روتيني الشخصي بحاجاتي الشخصية. ولكن الروقان إن أنا بروق دماغي واروق بيتي واروق وانظم يومي وانظم وقتي. هو ده الروقان. الروقان ان انا افضي دماغي من الكراكيب.
بدلع نفسي بطبق بحبه، نوع من الاكله اللي انا بحبها. فطار صحي، ابدأي يومك بفطار صحي. انا ببدأ يومي بالفطار الصحي، يعني كلي حاجه مفيده ودوري على اللي يغذي جسمك وعقلك في نفس الوقت. مش انا بدور على مثلا بودكاست اسمعه، على حاجه مفيده اسمعها، على كتاب مسموع. لما بتكوني حنينة مع نفسك وعارفة قيمة نفسك وعارفة ان جسمك ده انت مسؤولة عنه ومحتاج غذاء ومحتاج عناية ورعاية، انت برضو هتدي اللي حواليكي حب وحنية وهتهتمي بيهم. ما بين قائمة الحب اللي بنفذها لبيتي كل يوم، الطبخ أو شغل بيتي أو أي التزامات ورايا، لازم أعمل فاصل كده لصلاة الضحى. صلاة الضحى دي يا جماعة هي صدقة عن كل مفصل في جسمك، وهي اللي بتبارك يومك كله. لما بحس إن اللي ورايا كتر عليا ومسؤولياتي زادت عليا، أو أنا حاسة بثقل في جسمي وتعب، بتوقف ثواني كده لنفسي لوهلة وافتكر ان انا كده ما صليتش صلاة الضحى. الحمد لله بفضل الله اتعودت ان انا اصلي صلاة الضحى زكاة عن مفاصل جسمي كلها. بوقف كل حاجة كده وبستغفر ربنا وبمحي كل التوتر اللي جوايا بالاستغفار. طول ما انا شغالة في البيت بردد الاستغفار، بردد الصلاة على النبي، بعمل اي اذكار انا بحب اقولها في روقان كده وفي كل هدوء بصوت هادي من جوايا مع نفسي، بدون ترديد بصوت عالي، ولكن بحاول ان انا روحي هي اللي بتردد. بعمل على قد ما اقدر الخطوه بتاعت ال5 دقايق. خطوه ال5 دقايق دي او نظام ال5 دقايق، لو في حاجه تاخد مني 5 دقايق، زي مثلا ترتيب مكتب، ترتيب ترابيزه صغيره، ترتيب تسريحه، تستغرق حاجات دقايق بسيطه جدا، اعمليها في ال5 دقايق، مش هتاخد منك وقت. الدقايق البسيطة دي بتهون عليكي اليوم اللي بعده. لو في مهام او قائمة المحبة اللي انت عايزة تعمليها لنفسك، امسكي اجندة اكتبي فيها المهام بتاعت المحبة اللي انت هتعمليها تاني يوم لولادك. هعمل لهم مثلا كرواسون، لا انا هعمل النهاردة هطبخ طبخة معينة، هعمل لهم حاجة حلوة بعد الغدا، ممكن يجهزها الصبح بدري قبل ما ابدا في الغدا، بكون جهزت الحلو اللي هيتاكل بالليل او اللي هيتاكل بعد الغدا. في حاجات بسيطة كده الست الشاطرة أو الست الرايقة بتعرف ترتبها في يومها. اكتبيها علشان تتخلصي منها وتنزليها من على أي عاتق عندك في مهام يومك أو في قائمة المحبة بتاعتك. خلاص أنا نزلتها من على دماغي. زي ما بيقولك ايه مثلا، انا تخلصت بالكتابه، يعني بتتخلصي من الحاجات اللي جواكي او الحاجات اللي على عاتقك بالكتابه. مجرد ما تبصي في الورقه انت عملتي كذا، علمي عليها على علامه صح. انا بصيت في الاجنده خلاص النهارده عرفت ان انا عملت الحاجه الفلانيه، ابدا في غيرها، خلاص يبقى غيرها هو اللي شاغل بالي، اللي بعديه اللي يليها على طول هو اللي شاغل بالي، مش كلهم شاغلين بالي انا ورايا كذا وكذا وكذا. المهام دي او المسؤوليات دي بتخلي الواحده دايما مش مركزه، انا ورايا كذا حاجه فدايما مشغوله مضغوطه. انشغلي بالحاجه اللي هتعمليها الان حالا دلوقتي، وبعدين ابدأي في غيرها لما تخلصيها. كده انت هتنجزي اسرع وهتحسي بالراحه افضل من ان انت عماله تجري ورا نفسك مش عارفه مرتبي يومي ازاي او بادئه بايه او هنهي بايه. لا انا عارفه انا هبدأ بايه وهنهي بايه. الست رايقة دايما بتكون بترتب يومها، وهي اللي بتدير وقتها بذكاء. في نص اليوم كده لازم ناخد نسمة روقان كده شوية، بعد العصاري كده مثلا قهوة العصاري زي ما بيقولوها، شوية عصير، شوية فاكهة تاكليهم، أي حاجة كده تروقي على نفسك بيهم كده في وسط هدوء، يعني هدوء كده لحظات بعد العصاري كده أو بعد العصر زي ما بنقولها. مثلا كوباية قهوة بتحبي تشربيها، فنجان شاي بتحبي تشربيه، كوباية عصير، تقري في كتاب، اي مجرد بس شوية تأمل كده من يومك. كمان في حاجة مهمة جدا انا سهى عني او فاتتني ان انا اقولها لكم الصبح. الصبح لما بفتح شباك او بلكونة بستشعر الجو كده، بيدخل جواكي كده نسمات بطيئة وبسيطة كده خفيفة، لان الساعة البيولوجية في جسمك تعرف ان النهار طلع، فكده بترتب يومها. الساعة البيولوجية في جسمك بتعرف ان خلاص ده الصبح، يعني احنا كده الصبح في النهار، يعني في نشاط يعني في حركة. علشان بالليل تعرف ان الليل لما ضلم او لما طفيتي نور الأوضة عليكي خلاص ده وقت النوم، فانت كده هتنامي. هي الساعة البيولوجية بتعرف من كده، من الشمس لما بتشوفها او بتشوف ضوء النهار، ولما الليل بيجي علينا. زي العصافير عندها برضو ساعة بيولوجية، دايما بتلاقي كده الصبح بيقعدوا يزقزقوا مع الشروق ويصوصوا كده، يعني بيعملوا اصوات عالية، وبعد كده بيجوا يعملوا اصوات الزن والان بتاع بعد العصاري ده. انا عندي عصافير وعارفة الكلام ده. فبيبقى خلاص كده اليوم خلص بالنسبة لهم،
وبيناموا يعني بعد الدنيا ما بتضلم عليهم، يعني الشباك اللي انا فاتحاه عليهم بيكون خلاص اليوم خلص بالنسبه لهم، الدنيا ضلمت خلاص بيناموا. لكن اول ما النهار يطلع وبفتح عليهم مثلا الضوء، خلاص هم كده عارفين ان النهار طلع. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. دي من نعم ربنا علينا وعلى البني آدم لما يخلق الشغل أثناء النهار، انشغالنا الدائم وعمل متواصل، وإنما خلق لهم نوما لتهدأ به الأجساد. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لوقت معين نصبح فيه ونسعى ونشتغل ونتحرك. ده وقت الشغل، وقت الصباح. وبنحصل في الراحة دي بنحصل عليها امتى؟ بنحصل عليها لما تستقر الحركة، يستقر الكون في الليل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نيجي بقى لغروب الشمس، الوقت اللي الشمس غابت فيه، وده معناه ان وقت العالم انتهى النهارده، اليوم خلاص بالنسبه لك كنشاط كحركه. أذكار المساء دي بلملم فيها روحي اللي اتشتتت طول النهار ما بين حاجات البيت والمطبخ، وما بين موبايلات وكلام ومحادثات وحاجات كتير وشغل وقائمة المحبة بتاعتك اللي انت كنت بتخلصيها في يومك. بتقري الأذكار طبعا مثلا بعد المغرب أو بعد العصر، أذكار بتقري بعد العصر بس أنا في الغالب بفتكرها بعد المغرب. لو ما قلتيهاش بعد المغرب عادي ممكن تقريها بعد العشاء، مفيش مشكلة. بعد العشاء البيت بيكون هادي شويه، بحب اعمل مشروب دافي كده، ينسون اي مشروب اللي انت بتفضليه، وتقعدي في ركن كده مفضل ليكي وقت الورد المسائي بتاعك. لو ليكي خلوه في مكان في بيتك، يا تقري في مصحفك يا اما انا ساعات بكون خلصت مثلا الورد بتاعي قراءه سوره البقره في الصبح، ممكن اقرا سوره الواقعه وبعدين ادخل في بدايه سوره البقره لليوم اللي بعده، اقراها لليوم التاني واكملها واختمها واخلصها بعد صلاة الفجر طبعا. القرآن بالليل له طعم تاني، بيبقى فيه سكون كده بيخليكي تسمعي رسائل ربنا ليكي بكل وضوح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعلا بيبقى فيه اطمئنان كده، والقلب الرايق هو بيبقى قلب مطمئن. يجي الوقت بقى بتاع الترتيب، لان في وقت مسائي له ترتيب. لو في حاجه في المطبخ ممكن تخلصيها على السريع، اتبعي بقى قواعد الوقت اللي انا مثلا بعملها، قاعده ال5 دقائق او قاعده ال15 دقيقه. في حاجات بتستغرق معاكي 15 دقيقه، مش مشكله، مش حاجه معضله ان انا ادخل المطبخ اخلص حاجه في 15 دقيقه. ترتيب رخامه المطبخ من اي اطباق احطها في الحوض، او تنظيم الحوض واشيل اللي في الحوض وارتبه، اشطف الاطباق اللي موجوده فيها واسيبها نظيفه مش متسخه وماليه الحوض. لو هحطها في غساله الاطباق بحطها، مش هحطها في الغساله لكن بملى الاطباق مثلا ميه واسيبها علشان ما تبقاش ناشفه من الاكل اللي موجود فيها، بتبقى ناشفه كده. فبحاول املاها ميه في كوبايات، بحاول دايما بقدر الامكان ما اخليش كوبايه من الكوبايات اللي الولاد بيسيبوا مثلا كوبايه مكان كانوا بيشربوا من الديسبنسر على رخامه المطبخ او جنب الحوض. بتبقى في حاجات كده صغيره الولاد بيسيبوها، بلملم كل ده بحيث ان عينيا تشوف الحاجه مرتبه ونظيفه، بحيث ان انا الصبح لما اقوم تبقى الحاجه سهله عليكي، ومش هتبقي مشغوله دايما طول الوقت مضغوطه وضغطه نفسيتك وضغطه اعصابك. انا في عندي مثلا حفظ او عندي قراءه او حاجه انا كنت بحب اعملها، يعني انا كنت بحفظ القران الحمد لله. فجات لي فتره كده من الزمن ما كنتش بكمل حفظ، فقلت لا انا لازم اراجع القديم وابدا في حاجه جديده، ولو ان شاء الله كل يوم من ايه ل5 ايات احفظهم، اللي اقدر احفظهم احفظ ايه او احفظ 5 حسب مقدرتي انا. فبحاول اعمل كده ويا رب يكملها لي على خير يا رب ان شاء الله. اني انا بقعد مثلا بالليل اقعد اشوف الموضوع ده اراجعه، وانا جايه انام بحاول اراجعها في ذهني، وانا كده على السرير ومغمضه عينيا بحاول اراجع الايتين او ال3 او ال5 اللي انا حفظتهم، اراجعهم لقيت نفسي وقعت في حاجه أأكد عليها تاني، وهكذا لحد ما يجي خلاص وقت رمضان بقى عيني قبل ما اغمض عينيا براجع يومي بكل امتنان وكل شكر، بشكر ربنا على كل نعمة ربنا من عليا بيها، على نعمة الستر، على نعمة الصحة، على نعمة البيت والدفى، على اني قرأت النهاردة سورة الفلانية، قرأت سورة البقرة. باجي بالليل ممكن أقرأ سورة الملك، وبذهن صافي وبقلب هادي كده بحس وبستشعر الروقان. الروقان مش رفاهية، الروقان قرار انت بتاخديه، لازم تقرري تعيشي بسلام داخلي مهما كانت ظروفك ايه، مهما كانت الضغوط اللي حواليك ايه، سواء ظروف مادية او ظروف اجتماعية. يا رب يكون يومي النهاردة بسيط عليكم.
والهمك انك تلاقي الست الرايقه اللي جواكي تعرفي تخرجيها. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم وتقدري تنفذي اي حاجه منها باسلوبك انت وبطريقتك انت. يا رب اكون الهمتك باي حاجه تعرفي تبدايها في حياتك من جديد. واسيبكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله من بودكاست تاج. والسلام عليكم.